يلا مع بعض نعمل الخلطبيطة مع بعض الإضافات والتركات زي ما عودتكم على حاجات دايما جديدة. النهاردة هنعمل طبق فيه كل البروتين والخضار وطعمه تحفة. معانا حلقات البتنجان بنرش عليها الملح ونسيبها شوية عشان ما تشربش زيت، وهنا شكل البتنجان بعد ما اتحمر. وكمان حمرت شوية بطاطس حلقات، وهضيف عليهم كوسة برضو هقطعها حلقات. وطبعا مش هننسى الفلفل الملون. وكمان في الاخر معانا اللحمة المفرومة. كل دوت هنحاول نعمله حلقات حلقات عشان يبقى كله متساوي. هضيف على اللحمة المفرومة التتبيلة اللي كنت وريتها لكم في الفيديو اللي فات. لو مش عارفينها هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. وادي الكفتة بعد ما عملتها او اللحمة المفرومة بعد ما عملتها. هبدأ بقى ارصها في القارب بتاعي اللي هدخله الفرن بأي ترتيب يعجبك. فلفل الاول، بطاطس الاول، كوسه الاول، اي ترتيب يعجبك. برضو طماطم حلقات بتحطيها برضو لو عندك. اي حاجه تعجبك مش مهم اي ترتيب. وبعد ما بخلص رص الكميه اللي معايا زي ما انتوا شايفين، قربت اخلصها. هنبدأ بقى نضيف عليها الصلصة. انا في الاغلب بستعمل الصلصة اللي بتكون موجودة في البرطمانات الازاز، ودي بصراحة بتسهل معايا وتوفر معايا في الوقت كتير جدا، لان ببساطة كمان ما عنديش سوق الخضار اللي بيبقى موجود فيه الحاجات طازة اول باول زي مصر. فبجيب دايما برطمانات الازاز بتاعة الصلصة الجاهزة، وبخفها بمية وببتدي ارشها على الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين. تقريبا ربع برطمان كبير اهوت مليته مية، وبدأت ارشه على الطبق بتاعي. وكمان التركة بتاعتي هي رشة الجبنة الشيدر، لو عندك موتزاريلا برضو زي ما تحبي. هنحطها في الفرن لمدة ساعة، من ساعة لساعة وربع، على درجة حرارة 200. وأول ما بتحمر معانا بنبدأ نفتح لها الشواية بتاع 10 دقايق. وادي شكلها، وألف هنا وشفاء. أتمنى يكون الفيديو عجبكم.